حبايب قلبي، وحشتوني وحشتوني وحشتوني. صباح الفل عليكم والعسل والبونبوني. دلوقتي احنا نازلين اهو، رايحين فين؟ فكروني. شاطئ رومل. تمام، يلا بينا بقى نشوف جمال الشاطئ. طبعا زي كل يوم حضرت تحضيرات الفطار، مفيش وقت نفطر هنا، والساعة 10 الا ربع احنا ميعاد تجمعنا 10. اخدت مفيش كيك، الكيك خلص اللي انا كنت عاملاه، فاخدين الفطار العادي بتاعنا والترمس بتاع الشاي واللبن البودر وكل حاجه، ويلا بينا على الشاطئ وافرجكم على جميل. يلا بينا. حبايبي وصلنا شاطئ الاحلام، وهو على سكه شاطئ كليوباترا، بس احلى منه. هفرجكم عليه برضه، نظام عيش وكده، هفرجكم عليه شكله عامل ازاي. امسكي ده، امسكي دي، بص بقى الجمال. بص جماله عامل ازاي، روعة الروعة. وريتاج اهي. ده نظام القعدة هنا اهو، بصوا زي كده ايه، عشة. بصوا سقف كده واحد، والقعدة جميلة والفيو برضو حلو. بصوا نقاء المية، يعني لسه عاملة ازاي المية جمالها. الأرضية تحت باينة. بصوا الجمال ما شاء الله. لايكات بقى للشاطئ الجميل ده. ريتاج ريتاج مش هتطلع من المية. بصوا بصوا احنا من 9 من 10 سنين كده. انا لسه كده على الشاطئ، مش عارفه اقول لكم كل ما نخش جوه مفيش، يعني في طول. بصوا الجمال. لا الميه الصراحه مش قادره ما اصورش الميه. عبد الله ورتاج. عبد الله بيقوم على الشطه ولا بيسومه. عايزه اقول لكم يا جماعه، هنا الميه معاناه. الميه بتبقى نازله من الحنفيه حادقه، حرفيا حادقه، ما تصلحش حتى للطبخ ولا لاي حاجه. فاحنا بنجيب بستلات ميه ونملى بقى في الكولمن ونشرب منها ونعمل منها كل حاجه. يعني الاول لما كنا بنيجي كانت الميه بتبقى يعني في الحنفيه، ممكن نطبخ منها، نستخدمها للاكل عموما، لكن المره دي الميه بايظه. فاحنا بنشتري بستلات ميه وخلاص بقى. النهارده اخر يوم، دي كانت اخر بستله. حبايب قلبي صباح الخير والهنا والسرور على عينيكم. النهارده اخر يوم لينا في مطروح، هننزل على الشاطئ الصبح. احنا لسه كنا رايحين النهارده مينا حشيش، فقالوا الموج عالي لان هو كده كده بحر مفتوح، مش هينفع يتنزل. تمام، فهننزل يا رومل يا اما شاطئ الاحلام بتاع امبارح هنكرره تاني. فلسه الكلام ده هنشوفه لما ننزل. وطبعا انتوا معايا، طبعا انا بلم حاجتي من امبارح في عذاب. بنلم حاجتنا وبنجهز للشاطئ وبنجهز الاكل، فكذا حاجه مع بعضها. اليوم النهارده طويل حبتين، معلش استحملوني. ويلا بينا نجري على الشاطئ دلوقتي ونفرح بالبحر شويه. يجي بقى عبد الله وارتاج اهم هيعيشوا حياتهم. بصوا عايزه اقول لكم ارتاج بصوا داخل لحد فين، بصوا الميه فين عشان تعرفوا. عايزه اوريكم بقى. بصوا عبد الله وارتاج اهم، بصوا ارتاج داخل لحد فين، بصوا ارتاج داخل لحد فين والميه فين. يعني مفيش موجة والمية واطشة جدا، يعني لحد الحتة الزرقاء اللي جوه دي احنا بندخل يا دوبك تبقى المية مثلا ما جاتش لرقبتنا. فشاطئ جميل جدا ومفيهوش موجة، والمية بس هادية ازاي، آمن آمن يعني. خلاص احنا راجعين النهاردة، وده الشاطئ ده اسمه سي عمر، ده برضو من ضمن الشواطئ المفتوحة. هوريهولكم بصوا شكله عامل ازاي. بيجي بقى ايه الاوض اللي احنا كنا فيها. دي اوضه التريبل او 3 يعني. بصوا الوسع، دي على فكره مكيفه. تمام، ده الحمام. بقى اجيب مطبخ، هنا كده ايه طرقه كده اهو
طويلة، واجي هنا والأوضة الدبل، هي مرايات هما كانوا شايلينها فاحنا سيبناها ايه يعني، طبقناها وشلناها برضو. دي الأوضة الدبل، دي فيها مروحة بقى بعد الطرقة دي كده. هنا برا الصالة اهي، ودي البلكونة في الوش، وباب الشقة. يعني شقة حلوة ظريفة، مساحتها كويسة. دي حاجاتنا. في شنط تانية نزلت الأسانسير، بس حبيت ايه اوريكم الشقة. وده الفيو اللي كنا نازلين عليه. شارع متفرع من شارع اسكندرية. هنا كده الشارع ده بيجيب البحر المفروض، بس احنا مش طايلينه من هنا. بصوا شارع حيوي ازاي حلو، بعدين بيدن عشان نمشي. بصوا البلكونة هنا كان في منشر. حبايب قلبي اجازتنا خلصت ومصيفنا خلص، وزي ما شفتوا فرجتكم على الشقه. قولوا لي بقى ايه رايكم في التصوير اللي صورته لكم الايام اللي فاتت دي، وايه رايكم في الشواطئ. وطبعا انا بحب اشارككم معايا في كل حاجه وكل اوقاتي. احنا بعد ما جينا من الشاطئ طبعا احنا بنيجي دمار مش قادرين، احنا بننزل الساعه 9 الصبح، بنمشي من الشاطئ 4 أو 5 على حسب. طبعا النهارده احنا ماشيين بدري ان احنا هنيجي نوضب الشقه ونلم حاجتنا، فما كانش فيه من وقت ان احنا نطول في الشاطئ. جينا بقى عملنا انا وارتاج، قعدنا لمينا كل حاجه تمام ووضبنا صح كده، ونمنا لنا ساعه وقمنا عشان نصور معاكم. اتغدينا ايه النهارده؟ احنا عملنا ايه؟ مكرونه بشاميل وكفته. بشاميل كفته شارب وايت صوص، مكرونه حمراء وكفته كنا شاويينها جايبينها معانا على فكره من اسكندريه مشويه تمام. ودي بقى كانوا الاربع ايام بتوعنا. وقلنا ايه رايكم؟ عايزه ايه بقى منهم؟ عايزه لايك ومتابعه و اسمه ايه ده؟ لايك وشير وكل حاجه حلوه. أيوة. تمام يلا باي باي دلوقتي مؤقتا لحد ما نوصل اسكندريه عشان احنا نازلين بيستعجلونا تحت. تمام حبايب قلبي. احنا قاعدين مستنيين الباص يجي، عبد الله وارتاج وكرمه طبعا لازقه الارتاج ده اساسي، وخلاص قاعدين مش قادرين. بس الباص متأخرش علينا. الباص كان وصل بعد طول الانتظار، وبنعبي حاجتنا اهو في الباص. طبعا احنا قعدنا حوالي ساعتين من 8 ل 10 مستنيين الباص يجي، لان احنا طبعا لازم نفضي الشقه الاول عشان تتوضب قبل ما اللي هيستلموا مننا يستلموها تمام. فهم بيعبوا بقى الحاجه في العربيه وهنمسك احنا قلبي. وهنا بقى كنا وصلنا خلاص الحمد لله. طبعا راجع الكينة احنا قعدنا 8 ساعات، ساعتين قاعدين مستنيين الباص، ونص ساعة قبل ما ركبنا الباص، و6 ساعات في الطريق، و5 ساعات ونص. خلاص كده. عموما الرحلة كانت حلوة واتمتعنا بيها بصراحة. واهم حاجة اللايكات ورأيكم في الرحلة وفي التصوير اللي صورته لكم، وهشارككم معايا كل لحظة بإذن الله. مع السلامة حبايبي.